السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. بعد الخط الساخن لوزارة الداخلية وتشجيع جروب البلاسة عن الحدائق والدواوين، طلعوا لنا واحد الآن مسمي نفسه محلل اقتصادي ينظر ويعلم أبنائنا المبتعثين، يوصي المبتعثين في الخارج بأن لا تدفع المال وتحاسب عن صديقك، يعني خلك جعص ونذل. وإذا شفت زميلك متوهق بالغربة وضايع بوكه أو طايح في مشكلة في مطعم أو في أي مكان عام أو مطرود من الفندق أو من أي مسكن، طقه بالطوفة ولا توقف معاه ولا حتى تسأل عنه. حنا وين رايحين وشنو اللي تبون توصلون له؟ وين أخلاق العرب؟ وين الفزعة؟ وين الكرم؟ وين النخوة؟ وين حب لأخيك كما تحب لنفسك؟ أنتم تبون توصلون لفقدان الثقة بيننا؟ النوعيات هذه من اللي قاعد يصدرها للمشهد؟ طلعوا ناس صاحية تعرف تسولف وتتخذ القرار، يعني عاد الحين مقنعهم لا تصير حاتم الطائي، وحاصل لك تصير أصلا ربع حاتم الطائي أنت. الله يعيننا بس. السلام عليكم.